الكتاب المقدس هو ايه في حياتك؟ يبقى لك ايه يعني؟ كتاب موجود كده وخلاص؟ بركة البيت يعني؟ كتاب مش بفهمه فبطلت افتحه؟ ولا كتاب راحت عليه وبيتكلم في زمن تاني؟ تعالوا بس نشوف رأي اصحابنا في الموضوع ده ونرجع نكمل كلامنا تاني. الكتاب المقدس يبقى بالنسبة لك ايه؟ لا، هو الأساس في البيت طبعا، لأن هو إحنا لازم أول ما بنصحى حتى لو هنقرأ آية قبل ما ننزل، حاجة أساسية، لأن مفيش حاجة هتشبعه غير كلمة ربنا. نمرة واحد، الكتاب المقدس هو الدستور بتاع حياتنا، لازم كل يوم نقرأ حتى ولو جزء بسيط جدا في الكتاب المقدس. اساسي طبعا، منهج في حياتنا في بيتنا، يعني كل حاجه بابا يسوع قال ايه في الانجيل، فاحنا لازم نعمل ايه عشان تساتسفاي هيم. الكتاب المقدس هو دستور حياتي، انا كخادم او ولي امر هو دستور حياتي. لو مسكت الكتاب المقدس هتلاقي فيه كل الحياه. لا، ده حياه لوحده، ده حياه وتعليم لوحدها تانية. عندك كتاب مقدس بتاعك لوحدك؟ اكيد. ايوه عندي منه. ايوه عندي 3. ايوه كتير. اخر مرة قريت فيها الكتاب المقدس كان امتى؟ اول امبارح تقريبا، بقرا فيه كل يوم قبل ما انام كده. مش وقت بلعب بس. من يومين 3. هو بصراحة أنا في فترة ببقى منتظم بقرا يوميا، وفي فترات كده بتيجي عليا بكسل، وممكن يوم يومين 3 لا يوم كده يعني. هو بدخل زوم مع حد بنقرا سوا يعني. الاسبوع اللي فات مثلا بالليل، كل يوم بالليل، مش على طول. مش فاكر يعني، مثلا ممكن شهر. كان امبارح كنت بقرا كل يوم جمعة. الشهر اللي فات يعني اول امبارح. أصلا في الاجتماع وفي القداس امبارح. مش عارفه. امتى اخر مرة قريتوا فيها الكتاب المقدس مع بعض؟ طبعا كل يوم بنقرا في الكتاب المقدس، كنت بقرا لوحدي وبعد كده مع الأسرة وبعد كده رجعت اقرا لوحدي تاني، انما لازم الكتاب المقدس يتقري كل يوم. بالليل، امبارح بالليل. وهم صغيرين كنا في يوم في الأسبوع بنتجمع فيه، لكن لما كبروا بقى كل واحد مع نفسه. دلوقتي هو بيقرا وبيواظب مع نفسه ومع أب اعترافه. احنا حاليا بنقرا كل فتره كبيره، مش مواظبين. امبارح لا، من يومين مثلا. لا مع بعض، لا ما يعني ممكن مثلا مرتين في الاسبوع. ليه مهم اقرا الكتاب المقدس اصلا كل يوم؟ عشان بلاقي فيها احيانا رسائل كده بتشجعني للمذاكره او بتشجعني على حاجات كتير عامه. الكتاب المقدس حقيقي بيفرق في حياه كل واحد فينا بجد، يعني كتير ربنا ما بتبقى محتاج رد في حاجه بجد، هو بيبعت لك كده كلام، بيبعت لك اجابات في اوقات انت فعلا محتاجها. وفي العادي انت كل ما بتقرا كل ما بتاخد حاجه. عرفني ايه الصح وايه الغلط، يعني نتعلم منه حاجات بتفيدنا في حياتنا اليوميه، نتعلم منه سلوكيات بتفيدنا في حياتنا اليوميه. كلمه ربنا اهم حاجه، من غيرها مش هنعرف نمشي. عشان هو دي الحاجة اللي بقرا منها دي. عشان ده كتاب ربنا، عشان نعرف اكتر عن ربنا ونقرب منه. عشان في مسج لينا كل يوم بابا يسوع حابب يوصلها لك. رساله ربنا لينا، لان هو اللي ماشينا، هو اللي بيدينا قوه في كل حاجه، يعني اساسي في البيت طبعا. كلام جميل. واضح ان الناس كلها كبار وصغيرين متفقين ان الكتاب ده مهم قوي. طيب ليه؟ اشمعنى يعني؟ بكل بساطة لان فيه كل الحلول لكل المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا. عارفين الكتالوج اللي بيجي مع الاجهزة الجديدة اللي بيعرفنا الجهاز ده بيشتغل ازاي؟ اهو كتابنا المقدس ده بقى اللي بيعرفنا ازاي نعيش حياتنا صح. يعني ربنا بعته لنا عشان يكون هو الدستور بتاعنا ونعرف منه الصح من الغلط. طيب ايه اللي بيخلينا مش بنفتح كتابنا المقدس وسايبينه مطرب كده؟ بنكسل مثلا نرجع نتفرج على حلقات الكسل. طب هو اصلا مش من اولوياتنا، يبقى نرجع نتفرج على حلقة الاولويات. طب ممكن تكون مش بتفهموه؟ هقولك في كذا حل. ممكن تخلي بابا وماما يساعدوك وانت بتقرا ويفهموك الحاجات الصعبة اللي مش مفهومة. ممكن كمان تقرا من كتاب مناسب لسنك زي الكتب المصورة كده. ممكن كمان تاخد وقتك وتبقى مركز ومصحصح كده وانت بتقرا. يا سلام كمان لو تتفق مع بابا وماما وتخصصوا وقت معين كل يوم وتقروا فيه. ويا سلام كمان لو تتفق انت واصحابك انكم هتقروا الكتاب المقدس كل يوم وتبقوا بتتابعوا بعض وتشجعوا بعض. لو حد في يوم كسل، اهم حاجة ان كتابك المقدس يفضل دايما مفتوح. وخليك عارف انك دايما في حرب مع ابليس، ولو عايز تكسبه يبقى انت محتاج تستخدم سلاحك القوي اللي هو الكتاب المقدس زي ما بابا يسوع استخدمه على الجبل مع ابليس. مكتوب في افسس اصحاح 6 وآية 11: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس. وصلت؟ بالسلامة.